في ذروة حرارة الصيف، خرجت عدة دواوير في جماعة عين الشقف للاحتجاج أمام الباشوي بسبب قطع إمدادات المياه الشروب. وتجمع العشرات من السكان اليوم للتعبير عن غضبهم واستيائهم من نقص المياه في ظل درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة لم تعرفها المنطقة منذ سنوات عديدة. وقامت الساكنة بهذه الخطوة الاحتجاجية كتنبيه للجهات المعنية، حيث يعتبر الماء أمرًا حيويًا لا غنى عنه بغض النظر عن الظروف. شهدت الوقفة احتجاجية مشادات كلامية بين أحد المستشارين وبعض النشطاء الجمعويين، ووصلت إلى حد توجيه الاتهامات. وقامت القائدة بالتدخل الفوري وعقد اجتماع شمل أصحاب الوداديات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للبحث عن حل لهذه المشكلة. وخلص الاجتماع إلى إيجاد صيغة توافقية تهدف إلى تسريع توفير إمدادات المياه الشروب للسكان. وتجدر الإشارة إلى أن عين الشقف هي مورد مياه رئيسي لمدينة فاس للاستخدام للشرب.